ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لكم على طريقة عمل البطاطس بالفراخ. اول حاجة عملتها ان انا جبت الفراخ، طلعتها من الفريزر، سبتها تفك ونقعتها في مية وخل وسكر وملح وشوية فلفل. الفلفل بيشيل الزفارة بتاعت الفراخ جدا. بعد كده جبت بصل، وبعد ما شطفتها جبت بصل وبهارات فراخ وملح وفلفل وشوية بابريكا صغيرين جدا، ما بكترش البابريكا عشان بتغير طعمها، وبرشة جوز الطيب وسنة زعتر. وقبل ما بحط يعني قبل ما بحط البصل عليها بجيب نص ليمونة وبعصرها على، يعني انا عاملة نص فرخة هاخد نص ليمونة، اعصر نص الليمونة على الفرخة نفسها قبل ما احط البصل او بالتتبيلة. بتبلها كده زي ما شفتوا، وبسيبها في التتبيله بقى من الصبح. مثلا لو انا هعملها في نفس اليوم اكون مطلعاها من الصبح واسيبها في التلاجة، ما بسيبهاش بره عشان البصله طعمها بيغير لو فضلت بره. هنا عندي 4 بطاطسيات قشرتهم واقطعهم تخين، ودي طماطميه واحده كبيره. انا ما بحطش طماطم كتير في صينيه البطاطس عشان طعمها ما بيبقاش حلو بالطماطم الكتير. وده مكعب مرقه بفركه مع الطماطم، بيغير التست. يعني ما تحطيش المكعب كده وخلاص، لا افركيه مع الطماطمايه. وادي البطاطس وادي الفراخ عندي متبله، وحطيت شويه زيت مع التتبيله مع البصله، ورشيت على الفراخ سنه زيت. تمام. دي كده انا حطيتها من فوق على نار سخنه على العين الكبيره، سبتها تغلي، وكنت مسخنه الكاتل قيمه نص كوبايه ميه دافيه دافيه مش سخنه. ما تحطيش ميه سخنه على اللحوم او على الفراخ. دلوقتي هتلاقوني ان انا بنقلها بعد ما غليت. هنا لسه ما حطيتش الميه، هنقلها على العين اللي هي الهاديه واسيبها مع نص كوبايه الميه تغلي قيمه 10 دقايق. هنا اهو هحطها اهو خلاص على العين الصغيره، وكنت بعمل على العين التانية الرز. فهنا طفيت اهو، وهنقلها هطفي اهو دلوقتي، وهنقلها على العين التانية لغايه ما تستوي خالص. انا بسوي الفراخ من فوق، ما بسويهاش في الفرن. بطعمها بيطلع هو زي اللي في الفرن بالظبط واحلى، وبضمن ان هي استوت كويس. هنا اهو بعد ما سويت نص كوبايه الميه، فبسيبها تغلي. هنا بعد ما شربت واستوت تمام، بتأكد من الصدر، ما بتأكدش من السوا بتاعها غير من الصدر. هنا شغلت الشواية بس بتاعت البوتاجاز، ما بشغلش البوتاجاز، وبسيب الشواية شغالة شوية قبل ما بدخل الفراخ عشان الفرن تدفى قبل ما بدخلها، عشان درجة الحرارة تبقى واحدة من فوق وهنزلها الفرن تبقى درجة واحدة. هنا بعد ما شغلت عليها الشواية 10 دقايق بالظبط بتطلعيها. بتاخد اللون على حسب ما انت عايزاها فاتحة، عايزاها واخدة الدرجة الدارك دي، تمام، مفيش اي مشكلة. والفراخ بتاعتك مستوية، والبطاطس دايبة وزي الفل، ومن غير طماطم كتير ولا تسبيك ولا اي حاجة. وفي كمان حاجة، البصل اللي تستخدميه يا ريت ما يكونش بصل احمر، يكون بصل ابيض اللي هو بتاع الطبيخ. ده بيفرق في التست وبيعلي التست بتاع الطبيخ عموما. هنا بقى بتقدمها بقى مع رز بشعرية.